السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وتجربة جديدة من قناتكم جود تيست. النهاردة. بعد طول غياب راجعين يعني تضامنا مع القضية الفلسطينية ومع الأحداث اللي بتحصل، وإن المفروض إحنا ما نساهمش في إن إحنا ندفع فلوس تكون سبب في قتل إخواتنا وسبب في تسليح أعدائنا. فالنهارده المفروض ان احنا جايين بنجرب المنتجات المصريه، المفروض ان هي بتنافس المنتجات التانية اللي احنا كنا متعودين كلنا ان احنا بنجربها. حاولنا نجيب اكبر قدر من المنتجات الموجوده في السوق يا بركات، ودي الحاجات اللي جبناها. تقريبا اكتر من 30 ازازه قازوزه. كازوزه غزوزه بقى. او غازوزه. في حاجات سقطت مننا هنعملها في جزء تاني. كان لو صعب حابين جدا يعني. كان صعب جدا ان احنا نلاقيهم. في حاجات انتم منتجات اول مره اصلا تشوفوها. احنا جايبين اكتر من 30 منتج. اه اكتر من 30 منتج. ان شاء الله الحلقه هتعجبكم جدا، تابعوها للاخر. وهنقول راينا بصراحه. لو الحاجه كويسه فاحنا بندعمها، ولو الحاجه برضو مش كويسه هنقول نصايحنا عشان يحسنوا من بالظبط، المنتج. يعني احنا مش- بنقول المنتج وبنقول راينا برضه، يعني مش بمجرد ان احنا بنعرض المنتجات بس. فيلا بينا نبدا. اول شركه هنبدا بيها. نبدأ بسيناكولا. سيناكولا كنا طبعا كلنا سمعنا الفترة الأخيرة إن المنتج ما كانش أحسن حاجة، بس هم نزلوا. قالوا انهم طوروه يعني. فخلينا نبدأ كده ونشوف. نبدأ احنا بالكولا. جبنا 3 انواع يعني. نبدا كولا. نبدأ بالكولا. يلا بسم الله. ال- هي طلعت انفجار ده مش لا الله ينور. مش صوت. ماشي يا سينا كولا، نشوف بقى الطعم هيقول ايه. هنحط حاجه بسيطه قوي عشان بالظبط. احنا التجربه بس تمام الله ينور. معانا كتير. يعني حاجة هي الصودا جديده قوي، لو نزل صودا بس تقريبا. بسم الله. والله معقول، مش وحشه يعني. انا طبعا جربت سينا كولا زمان من حوالي 10 سنين كان اول ما طلع. طعمها- كان طعمها ما تشربش، ما خدتش اكتر من ازاز. هو طعمها دلوقتي حلو يعني. حلو. الصودا بتاعتها عالية. طعمها مسكر سيكا. السكر زياده فعلا. مسكرة شوية، بس في المجمل يعني تديها كام من 10؟ أديها 6.5 من 10. ما هو 2 ونص يعني 6 7. هي انا حسيت ان هي 6.5. طيب انا عن نفسي ممكن اديها 5 من 10. طيب تعالوا نجيب كوبايه ثانيه كمان نجرب فيها عشان الكوبايات دي صارفين كلها. ومكلفين يعني. الكوبايات كلها طالعه من النيش. يعني فاهم. احنا خايفين اصلا واحنا بنستخدمها. نبدا ماشي. نجرب دي ايه؟ دي الاناناس. الناس. طيب هي دي مقفلينها جامد قوي برضه. هم في ضاغطين اهتمام. بالغاز، هم في اهتمام بالصودا. طب يلا. دي لان دي كانت من ضمن المشاكل اللي كانت عندهم، بس زي الفل كده. البتاع بتفور واحنا حاجه بسيطه جدا بنحط فيها. هو في البدايه اللي باين طعمه سكر، بعد كده طعم الاناناس بيجي عارف في الافتر تيست. هي طعمها بس ضعيف خفيف أوي. برضه. ضعيف هي جدا طعمها يعني. خفيف لا أوي. محتاجين تزودوا وتدعموا الطعم شويه يعني. الصودا حلوه، الصودا خد بالك انا فاكرها هتبقى مستفزه، لا حلوه. هي الصودا حلوه بس كطعم الطعم لا. طعم ضعيف. يعني هي زمان كانت رايحه بدايه، لا هي دلوقتي انتوا حسنتوا فعلا. هي بس اتحسنت بس لسه شوية. محتاجه يعني لسه الطعم شوية. محتاج يبان كتير يعني. طيب هنبدا نبص بالايه اخر واحده اللي هي الليمون. بالظبط. تعالوا نشوف الليمون. تمام. نضرب في وشك. هي تقريبا دي الحاجه الوحيده اللي احنا محتاجين فيس شيلد كده او نضاره واحنا بنفتحها عشان يحمي وشنا من الانفجار اللي بيحصل ده. بس زي الفل. انا حاسسها قريبه شويه للسبرايت. قريبه للسبرايت بس بعيدة عن السيفن اب خالص. لا بعيده عن السيفن يعني، بس وفيها طعم الليمون ظاهر زياده شويه. قريبه جدا للسبرايت. احنا ما قيمناش الاناناس. تدي الاناناس كام من 10؟ الناس اقل من 5. مش عايز اقول رقم بس هو اقل من 5. نديله 3 يعني هو اقل من 5 عموما. انا عن نفسي اديله 3. الليمون ممكن اديله 5. الصودا بتاعته حلوه، الليمون طعمه كويس، بس يعني هو مختلف عن السبرايت، بس ممكن اجيبه يعني. ممكن اشتري تاني. المجمل من سينا كولا دول الحاجات المميزه اللي انت ممكن تروح تجيبهم عموما من سينا كولا. احنا اشترينا الازازه دي بكام؟ هي سعرها المفروض 10 جنيه سعر الرسمي بتاعها. بالظبط. بس طبعا احنا الناس كلها لا يخفى عليها موجة جايبينهم- الاستغلال. احنا جايبينهم ب 15 جنيه. بالظبط.
في ناس بتستغل ان الحاجه مش موجوده، ما كنتش اتوقع ان هم يغلوا سينا كولا، وما كنتش اتوقع ان انا اقبل استغلال في سينا كولا بالاخص يعني. مجرد بس برضو عشان حضراتكم يعني، تعرف عشان نعمل التجربه كامله. ف لو انا هشتري حاجه من سينا كولا فممكن يبقى الكولا والليمون. الليمون. انا بالنسبه لي ده تاني منتج معانا النهارده. هيبقى الفي 7. في اختلاف في الاراء عليه كبير. خلينا كده نبدا هنجرب. معاكم. احنا لقينا 4 اطعمه. ده الاناناس، ده الليمون، ليمون نعناع، وده الرمان، وده البينوكولادا اللي هو جوز الهند مع الاناناس. طيب خلينا نبدا بجوز الهند مع الاناناس. انا عايز اقول حاجه يمكن الناس كلها ملاحظاها، انا عاجبني قوي شكل التغليف هم صارفين كويس جدا. وبالمناسبه هم حاطين في المشروبات دي فيتامينز وكده، وحاطين فيها عسل مش بس سكر، عشان كده هي الشركه اسمها شركه المشروبات الصحيه. فتعالوا نجرب اول حاجه البينا كولادا. صوت الصودا كويس. ده لما نبقى مش عارفين نقول ايه في الريفيو بتاع الحاجه الساقعه. جوسي. ولونه ابيض شفاف كده. هو لونه جوز هند يعني. ده طعمه حلو شويه. طب ليه الناس كانت بتقلس عليه؟ يعني شفت ريفيوهات كتير ليه ما عجبهمش، بس هقول لك اللي ما عجبوش مين. زد ده بالامله لا طب انا واحد اقرا معلش. والمنتج ده كويس. البتاع عجبني فيه الطعم ده. هو بيدي لك في البدايه طعم اناناس مع جوز هند، وفي النهايه بيقفل بافتر تيست جوز هند بس. على فكره طعمه حلو جدا يعني. ده لا، ده انا اشتريه كتير يعني. انا استغربت، انا متوقع منه على فكره حاجه قليله وحش بس لا طلع كويس جدا يعني. بغض النظر الريفيوهات اللي معموله عنه ان هو مش كويس، لا اديله كام الاول؟ ده اديله 7 من 10. انا بالنسبه لي اديله 8 من 10 كمان. فمش بنعلق على بعض بس. لا هو كويس يعني. ما هو بتبقى خلينا. طيب تاني حاجه مع بعض كده الرمان. الصودا عجباني. منتجات مصريه متطوره. على فكره الريحه احنا ليه ما كناش بنجيب المنتجات دي؟ ريحته قويه جدا. ما كناش بنجيب المنتجات دي ليه؟ لا في حاجات ما كانتش منتشره اصلا فيها يعني. في 7 ده اول مره اشوفه بعد الحوارات. طعمه حلو. هو طعم الرمان مختلف عن كل مشروبات الرمان التانية. لسه كنت هقول لك كده. هو طعم الرمان قوي فيه، بس مختلف خالص عن الرمان. اي رمان انت شربته هو مختلف عنه، بس حلو. طعمه حلو جدا يعني انا لو هديله برضه هديله 7 8 من 10. حلو. انا اديله 7 من 10 كويس جدا. افصل بس بميه. نفتح بقى الليمون ونجربه. والله عاش يعني. الشركات المصريه عامله شغل حلو لحد دلوقتي، مفيش حاجه مزعلاني يعني انا شايف البي 7 لغايه دلوقتي كويس. السينا كلها محتاجه بس تظبط شويه كمان، هتبقى طبيعي. يعني كويس. هيبقى في حاجات، بس في تطوير في سينا كلها يعني. بس ما زعلتنيش يعني. مش واو بس مش زعلتنيش. ماشي خلينا نجرب النعناع. ده قالش منهم شويه. هو ده بيرعمل كان عليه. لا ده جامد. مش قوي. مش عاجبني لا. لا خالص. طعم النعناع اولا مش طبيعي، وطعم الليمون كمان مش طبيعي. فهو مطلع ميكس غريب يعني. في شركات بتلاقي طعم الليمون مثلا طبيعي شويه، بس ساعات في طعم النعناع بتاع السيرب ده، وشركات تانية بتعمل العكس. بس ده الاثنين فعاملين ميكس غريب. وليه افتر تيست كده تحس دوت. ده طعمه قالش خالص. فلا يعني ما عجبنيش يعني. انا اديله ده 3 من 10 اخر معايا يعني. كويس. انت اديله كام؟ هو اخره 3 من 10 اصلا برضه ما بيزيدش عن كده. بعد كده ده الاناناس. طيب هات لي كوبايه من عندك. هات لي كوبايه من عندك. ما هي دي الكوبايه اللي انا هاخدها. الثانيه اللي هنا دي مفيش. هاتوا ثانيه واحده هنجيب كوبايه ونرجع له تاني. جبنا كوبايه زياده فيلا هنجرب بقى الاناناس. نجرب الاناناس. حلو كفايه كده. ماشي. تبص بيها بس. ماشي بسم الله. هو طعمه بريل وريحته بريل. ما بحبش البريل يعني. مش يعني بس ليه ريحه برضو كده قبل ما بتشرب. هي ريحه البريل، ريحه الشعير الخام كده. طيب عشان نلخص بس الفي 7. ما عجبنيش الاناناس. الاناناس
كان ايه؟ والليمون نعناع ما عجبناش. الليمون والبيلو برضه عجبني زي الفل. الفي 7 هتلاقي ليه اسعار كتير، بس احنا جايبينه ب 12 جنيه اللي هو سعره الطبيعي يعني سعره المنطقي. طيب نراجع تاني من الاول عشان ما ننساش. هنراجع احنا داخلين درس كده ونخلص مش هنراجع ريفيو في مش الاخر. هنراجع. نجيب بيك كولا اللي هو مش بيك خالص. هات بالكل. طيب بيك كولا عندنا عامل شويه اطعم كده زي الفل. فتعالوا كده نشوف الاطعم الكتير. احنا جبنا تقريبا دي كل الاطعم بتاعته ومشروب الطاقه بتاعهم كمان اللي هو ايه فولت. خلاص. طيب عندك 5 اطعم والفولت. اول حاجه الليموناده. تمام، خلينا نبدا نجرب على طول. نجرب على طول، نخش في الموضوع على طول يلا ناخد كوبايه صغيره شويه عشان متناسب مع البيك كولا. يعني الصودا ضعيفه شويه يعني شويه. بس هنشوف الطعم اهم حاجه. في حاجات بتقعد تفرقع وفي الاخر في الطعم كلام فاضي. ده الليمون. يعني مش ده الليمون ده بس هو طعمه غريب برضه. اللي هو ليمون برضه. هو الليمون قالش ليه من منطقه مصر. مش افضل حاجه الليمون. الليمون مش حلو. لا ما عجبنيش. ممكن اديله 2 من 10. ده الليمون ده مش الليمون لانهم عندهم ليمون. ما ده الليموناده هم مدلعينه ومش احسن حاجه. مش حلو. تاني حاجه ده التفاح الاخضر. تمام. تمام جرب. يلا بسم الله. حلو التفاح الاخضر يعني مقبول. مقبول. ممكن اديله 5 من 10. مش وحش. يعني لو قدامي ومفيش غيره تفاح اخضر وعايز اجيب تجربه منتج عادي. مصري اجيب. ما فيش فيه مشكله. طيب ندخل بقى على الحاجات اللي ايه الاساسيه اللي احنا عايزين نجربها. اللي هي شبيه الكولا يعني. احنا جايبين منتجات كتير شبيه الكولا يعني. شفنا في فيديوهات ريفيوهات ناس كتير بيتكلموا هو ليه مفيش منتج مصري شبيه الكولا. فاحنا لحد دلوقتي معانا بتاع 3 منتجات شبيه للكولا يعني. طيب يلا. الصودا بتاعته معقوله. خفيف قوي. طعم الكولا من بعيد جدا. أوي. الصودا بتاعته كويسه بس لا مفيش طعم. طعم ضعيف جدا. ده اديله 3 من 10. ان شاء الله هنلاقي حاجه حلوه. لو حد عايز صودا ومش عايز طعم قوي هيجيب بيك كولا ده اللي هو كولا. هنلاقي ده الليمون. الليمون العادي. الليمون. ليمون عادي. الليمون ايه عايز كده. السنون معموله كده كان لا هي هو ليمون. الدنيا الصودا ليمونات فيه كويسه ده. بس زي عبده وعبوده كده. زي عبده وعبده. بس اوكي. ده الليمون بقى العادي ماشي. هو قريب للطعم التاني يعني اخد نفس الاتجاه كده بتاع الليموناد. لا بس ده طعم الليمون فيه طبيعي شويه يعني زي قريب للسبرايت شويه بس برضه مش من بره. لا بس السبرايت بتاع سينا كولا احسن منه افضل من ده. بس انا بتكلم على ده مش زي الليموناد. الليموناد ده بالنسبه لي سيء. ده مقبول يعني. ده اديله 5 من 10. بس يعني احنا لو قدامنا البيج وسينا كولا في الليمون. سينا كولا افضل. سينا كولا على طول. سينا كولا افضل. طيب اوكي. تعال نشوف البرتقال. ده برتقال ولا ده برتقال. برتقال صح؟ اوكي. تعال نشوف البرتقال. طعم حلو. مقبول نشوف. مين؟ لا مقبول. وعامل زي الفوار. الفوار أنا يبقى بحب عندك الفوار. برد. والله هو مش هزار والله. عامل زي طعم الفيتاسيد. انا بحب طعم الفيتاسيد. الفوار على طول. لا طعمه حلو عجبني يعني. ده اديله برضه 5 من 10. يعني انت بقى لو بتحب العيا والكلام ده لا طعمه حلو. ما انا زعلنيش. بالنسبه لي لا ما حبيتوش الصراحه. لا ما هي اذواق. تعال نجرب الفولت. مشروب الطاقه. مشروب الطاقه في الغالب بيبقى طعمها مش افضل حاجه للناس اللي مش متعوده عليها بس نشوف يعني. خلينا نجرب. الصودا فست بسيطه. مفيش صودا. تيجي نشوف. بس لونه غريب. لون اصفر كده يعني عادي زي مشروبات الطاقه العاديه. ده دواء الكحه طعمه يعني. لا بس اقول لك حاجه.
لو جيت تقارنه بمشروبات طاقة طعمه أقوى. طيب. هو طعم مشروبات الطاقة غالبا طعمه بيبقى عامل كده. بس لا، ده تحسه مأفور شويه. ده بالعكس والله، ده يعني لو جيت تقارنه مثلا ده تلاقيه رايح في الحتة بتاعت باور هورس شوية الطعم بتاعه، وعلى لا بس أهدى. باور هورس غير كده خالص. لا ده ما بقولك ده على أهدى يعني. ده بس لا بالنسبة لي لا كويس برضه كمشروب طاقة. مش كمشروب عارف. طاقة أنا معرفش بقى نتيجته تأثيره عامل إزاي وبيفوق فعلا ولا لأ. بس لو هو يعني كويس كنتيجة فهو لا يستاهل إنه ياخد 6/10 أو 7/10. فكويس لا. بص هي اذواق. بس البرتقال عموما تلخيص البيك او كولا. البيك كولا عموما، البرتقال مع المشروب الطاقه هي اذواق، بس انا ما حبيتوش. أنا عجبني. ما تيجي الكولا ما ما تيجي نشوف المنتج اللي بعد كده. اسيس. أوسيس هو شكل البيك كولا شوية، أنا افتكرت بيك كولا في الأول بس لقيت ألوانه اسيس غريب. مختلف شويه. مختلفة. هو في طعم منه حاجتين بس اللي معانا ده النهارده، ده ميكس بيري ده وده البطيخ. وده البطيخ. طيب خلينا نجرب كده البطيخ الأول. أنا بحب طعم البطيخ، في ناس كتير ما بتحبوش بس أنا بحب طعم البطيخ. خلينا نجرب. ما بفتحش ليه؟ هو لونه حلو كمان يعني. ريحته كمان حلوه. ريحة بطيخ لبان كده. الصودا بتاعته حلوه قوي. طعمه حلو. انا عجبني جدا. في لبان طعم البطيخ ماركة برضه المقاطعة. هو طعمه بالظبط يعني الطعم بتاعه بالظبط. البطيخ ده عجبني جدا، سيس طعم البطيخ حلو قوي. لا حلو يعني ده انا قدامي اجيبه والله اجيبه كتير. كتير فعلا. حلو وسعره حلو. احنا ما قلناش سعر البيك كولا كله ب 5 جنيه. اسيس ب 8 جنيه. طيب خلينا نجرب الميكس بيري. ماشي يلا. انا في الغالب ما بحبش الميكس بيري والعنب والحاجات دي. ده هتلاقيه برضو ريحته مبينه كده، عامله زي ريحه الدواء. وعموما ريحه البيري بتبقى كلها عامله كده. مش عارف ليه رغم ان التوت في الحقيقه بتاكله ما فيهوش الطعم ده. يعني بس مقبول يعني. آه. يعني ده بالنسبه لي طعم الدواء من بعيد فهو مقبول. مش وحش، بس لو كده خلينا في البطيخ. طب انا البطيخ بالنسبه لي ما قيمناهوش البطيخ اديله 9/10. ده البطيخ طعمه حلو. اديله حلو. 9/10 يعني ده حلو. في الاخر هنجمع لكم المنتجات اللي عجبتنا جدا نحطها لكم هنا ده تديله كام طيب دلوقتي؟ لا ده اخره 5 يعني كويس. طيب ماشي. نجرب ايه بقى؟ اختار انت من عندك حاجه. طيب خلينا كده ندخل على مشروب كلنا بندور عليه وصعب جدا ان نلاقيه. يمكن احنا تلاقينا منه 3 بالعافيه. يعني هو احنا دخنا حرفيا عشان نلاقي الحاجه دي. في واحد استغلنا، في واحد سوبر ماركت استغلنا وباعوا اغلى من سعره اللي هي دي 2 جنيه. يعني باعوا ب 10 جنيه. وفي واحد تاني محترم بيبيع ده ب 80 جنيه اللي هو سعره الطبيعي. خلينا نجرب كده اول حاجه المشروب اللي هو التفاح اللي هو المنتشر يعني عموما، ونشوف طعمه ايه مع بعض. يلا. موجود من زمان وكنا بنشربه زمان. انا التفاح ده بشربه دايما وكنت اجيبه كده من كشك معين موجود في. هو طعمه من زمان هو حلو من قبل اصلا ما ينتشر. فبحبه يعني. ايوه. هو طعم سبيرتوس جامد. هو يعني حلو. انا متعود اشرب سبيرتوس بس من زمان من قبل موضوع المقاطعه والكلام ده. عندنا محل في بورسعيد كان هو اللي رجعه في بدايه من كام سنه كده وقعد يعمل دعايه ليه كويس فقلنا نجربه فعجبني طعم التفاح ودايما اجيب التفاح. يمكن الحاجات التانية ما بجيبهاش قوي بس كنت اجيب الطعم ده دايما فطعمه حلو جدا. انا بالنسبه لي ده اديله يعني 8 من 10 كويس. 8 من 10 حلو. بس التفاح لو طعمه زاد فيه شويه هيبقى احسن. هو في المقبل حلو بس يعني التفاح لو طعمه اتوازن مع الصودا اكتر يبقى طعمه احسن. خلينا نجرب كده الاول العنب. هو تحس توت مش عنب مش عارف ليه. بس هو عنب لان في ناس كتير بتتلخبط فعلا فيه. هو تحسه يعني اللون كده تحسه مش لون عنب. بس هي الصودا على فكره بتاعت حلوه. الصودا قوي وقويه مش مستفزه لان في ناس بيعملوا صودا قويه تبقى مستفزه.
قوي جدا، العنب قوي جدا. تعرف طعمه قريب من ايه؟ من الفيمتو. اه طعمه قريب من الفيمتو، فعشان كده تحس طعمه رايح على التوت اكتر من بس انا سبوتس بالنسبه لي حلو يعني، مش قالش. لا لا وممكن يعني التفاح حلو والعنب حلو، بس العنب بالنسبه لي حلو اكتر. ليه طعم مميز وقوي. عارف ان انا عكسك، انا العنب انا ما يعجبوش تاني. لا بس حلو بس يعني، عشان ما بحبش طعمه. منعش جدا. منعش ولا المنعش ده مش نفتح ده اليوسفي، مش برتقال بقى. نجيب بقى ايه؟ ده يوسفي خلاص. ده يوسف ماشي. ده يوسفي. طب كده نحط كده ونشوف. ما تكتش بضمير عشان بس عشان خلاص أنا أكمل، صح؟ يعني Super. ده يوسفي صح؟ ولا برتقال؟ يوسفي. هو طعم اليوسفي بس بيجي خد بالك اليوسفي طعمه ضعيف شويه، بيجي افتر تيست برضه. الصودا طاغيه في البدايه، اللي فالطعم بيحب اليوسفي اعتقد ده هيعجبه جدا. بس الطعم بيجي في النهايه، لا طعمه كان ليه افتر تيست؟ لا افتر تيست بس طعمه حلو مش وحش. كويس يعني. برضه ده انا ممكن اديله 6 من 10 بالنسبه لذوقي. يعني 7 من 10 كويس. اوكي. لا على حسب الاذواق بتبقى فرق حاجه. بالنسبه لي 10 سبيروس بقى. احنا كده خلصنا الجنب ده كله، لسه ندخل بقى على الايه، على البيت. نبدا. الحلقه دي بندخل فيها الحبه. لا لسه بدري. ماشي ايه طيب. هان خلصنا النص. معانا باظ 4 قطع. هو اطعم كتير جدا يعني. ده برضه للإناء يعني، فقلنا نجيب حوالي 8 9 10 اطعم يعني، بس احنا ايه دورنا على الدبل دير كمان ما لقيناهوش. الدبل دير بس ان شاء الله هنوفره لكم في لو انتوا عايزين قلنا في الكومنتات نعمل حلقه بالحاجات اللي ما جبناهاش يعني. يعني. طيب. احنا هنحاول نقرا طبعا، الكومنتات بتبقى كتير بس هنحاول ان احنا نقراها. طيب عندنا القطع ده من اليمين. ده كان اسمه ايه؟ تفاح وايه؟ ده تفاح وقرفه صح؟ لا قرفة ايه؟ ده تفاح ايه؟ ده تفاح وخوخ. تفاح خوخ. طب استنى يا عم، عايز اعرف اتاكد من الكلام ده. رسمة التفاح ده انا كده تفاح خوخ ماشي. أيوة. اصدق الكلام. بس انا شفت حاجه زي كده، كانت تفاح وقرفه. لا مش ده. هو الشكل مش عارف. خلينا كده بس نجرب. منين بقى؟ هات يا باشا. هات يا باشا. حلو مش وحش. هو مش حلو. هو حلو يعني مقبول، مش وحش، مش اللي انا اقول لك لا عليه. ولا اقول لا ولا يعني لا، ما عجبنيش. هو عادي مش يعني وحش. ممكن اديله 5 من 10. طب ما 5 دي ما احنا مدينا حاجات من شويه كانت كويس. الفكره في ايه؟ ده سعره غالي مش رخيص. يعني انت بتتكلم هتبقى سعرك عالي. كام؟ ده ب 12 جنيه. تمام. معلش احنا جايبين السنه كلها بكام؟ لا بعيدا بعيدا لتر، والمفروض ده 12 جنيه ده سعره رسمي. فالمفروض انت يعني تاخد رقم كويس وتديني اجابه طيب. كويس. عشان ما نطلعش بس هو عموما تبقى حته اذواق. انت اديله كام من 10؟ يعني برضه هي رينج ال5. طيب على سعره لا مش كويس. ما علينا. طيب. اقفل كده. طيب خلينا نجرب تاني حاجه معانا اللي هو الرمان. الرمان ماشي. ماشي. هنقارنه بقى برمان بتاع في 7. هو ريحته رمان فعلا، بس مش قوي زي بتاع البيسي. عارف ريحة الأبيض بتاع الرمان ده؟ طب شوف كده. طعم الأبيض. مفيش رمان في الموضوع. هو والله ريحة الأبيض. عارف البتاع الأبيض اللي بيبقى جوه الرمان ده؟ هم عصروه ما كانش عندهم رمان. ممكن هو مش رمان، هو الأبيض ده رمان. يعني شيلوا الصورة دي يا جماعة وحطوا الأبيض. هو حاطين الأبيض. شيلوا البذر بقى. لا طعمه مفيش، هو مش رمان. ماشي ده لا يعني. عارف هو مش سيء بس مش حلو ومش رمان. هو مش رمان، ما انت جايب المنتج عشان تشرب رمان، طلعت تشرب ما طلعتش رمان.
فلا ده اديله 3 من 10. ما هو اخد التلاتة على ازازة يعني. لا هو طعمه مش يعني مش زباله يعني. هو مش في انت مشروب- مشروب بتشتري ايه الأكل. عشان تشرب ايه؟ عشان اشرب رمان. فين الرمان؟ مفيش رمان. لا بس طيب لا، ندخل انت ما على اديتلوش تقييم اصلا. ما هديله على ايه؟ ما انا عايز رمان. كام من 10؟ ما هو مفيش رمان ادي عليه تقييم. يا سيدي ماشي المشروب 2 من 10 هو لازم تكون تقييم. على الازازة مش عايز الحلوة دي. تقيم ليه؟ طيب بعد كده عندنا الليمون نعناع. سبيرس باص لو خد التصميم بتاع باز عملته تبقى حاجه تحفه. هم هينزلوا الفترة الجاية ان شاء الله. او بس تاخد الطعم بتاع سبيرس باص. ده الليمون نعناع. ريحته مش مبشره. يعني هو طعم الليمون النعناع بتاع في 7 بالظبط. برضه مش كويس، صناعي قوي بس يعني على الاقل انت في المنتج بتاع الليمون نعناع لقيت في حاجة لها علاقة بالليمون نعناع عكس خد الرمان. بالك عارف ده الطعم بتاع الليمون اللي هو ايه؟ عارف السيتريك اسيد اللي هو بديل الليمون اللي بيتباع في السوبر ماركت؟ هو الطعم ده مش طعم ليمون. يا شغال ما عليك. ماشي يعني ده هو اخر طعم في باظ يا رب يعني ينصفنا. ده بقى ايه؟ الخوخ مع التوت. خوخ وتوت هم بيعملوا اطعم غريبه مع بعض. ماشي. ميكسات مش عارف مين اللي بيوافق عليها في الشركة. ما تشربش تاني ده مش شربش ده الساب ده. ما انا عايز افهم ده ايه. هو ما انا مش عارف فين التوت وفين الخوخ. الخوخ وفين الطعم بتاع الحاجه ده. لا ده وحش يعني ده بقى مؤذي. ده اديله 1 عشان بس ما اكسرش بخاطرهم يعني عشان هم تعبوا حطوه في الديزاين كويس بتاع ازاز. لا وحش جدا. بصوا يا جماعه باظ مش مهم. باظ قارش يعني كنت ممكن تشتغل يعني اكتر من كده. احسن حاجه عندهم تفاح ده للامانه يعني. طيب تعال نشوف منتج تاني. جبنا منه شويه حاجات كتير يعني. اللي هو ده هات بقى حاجته اللي عندك. بلانكو عندنا حاجتين اصلا. ما هو لا بلانكو اسمه ايه؟ اسمه بيتلخبط. اوسو. ما هو ده شركه واحده يعني. هم دول بلانكو دول اللي هم مشروبات الطاقه بتاعتهم يعني. بلانكو ده مشروبات الطاقه بتاعتهم وده اوسو ده اللي هو الايه المشروبات العاديه يعني الغازيه العاديه. فعندنا طعم الكولا دي اول حاجه. تمام. وده طعم الليمون نعناع برضه ولا ده ليمون عادي؟ ليمون نعناع. اوكي ماشي ليمون نعناع. وده يوسفي لا ده برتقال. وده ميكس له هواي ماشي. ده ميكس فواكه بتاعت هواي ماشي. وده بلانكو ده الانرجي درينك الطعم البطيخ. وده اورنج ايه توتي فروتي. توت فروت الولد اللي هو يعني مفيش منه. ده انرجي درينك بطعم التوتي فروجي. توتي فروتي. عموما يعني نجرب ده نشوف. من سنه 1936 قديم برضه يعني. خلينا نبدا كده فعلا؟ بس اول مره اسمع عنه. ما مش منتشر يعني قليل جدا. اول مره اسمع عنه فعلا. يمكن ليه منتجات تانية ممكن تكون منتشرة بس مش عارف. ممكن. خلينا نبدأ كده بالكولا. لا طعم الكولا خفيف قوي. هو مفيش طعم كولا اصلا. لا ده في طعم كده فاهم بتجيب. هو بدأ يظهر يعني بس فاهم؟ لا مش طعم كولا كده يعني. ده ميه صودا يا جماعه. ميه صودا لونها اسود. بتحاول تجيبها من وهو مش طعم كولا هو طعم كرم. بيجي من بعيد. بعيد قوي يعني مش طعم كولا خالص. تحس الوصفات بتاعت النت كيف تصنع الكولا في المنزل. هو في 30 دقيقة. كمان ما انتشرش من سنة 1930 مش سمع عنه. طيب ندخل على بلاش نكسر مقاديف يعني. لا ده الله ينور بس هو احنا عايزين نشتغل على جودة المنتج اكتر. ده الليمون نعناع. انا بقيت بطلع غازات من كل حته. خد بالك الكلمة دي مولعة قوي. ما انا عشان انا قاعد جنبك. عمال انفخ غازات.
يعني عايز نوقف قول نوقف، بس بلاش ايه تقليني وانا عايز جنبك. طب يلا. هو مقبول، ده مقبول كان. هو في حاجه طاغيه على طعم حاجه. هو ليمون، هو مفيش فيه طعم نعناع. اه ما هو لان انا بدور هو على مفيش، النعناع مش لاقيه. لا مفيش فيه طعم نعناع، بس هو كطعم مقبول. يعني بالنسبة للاتنين الحاجات الليمون اللي شربناها قبل كده فده معقول، بس برضو لحد دلوقتي الليمون سينا كله أحسن حاجة. أنا مش متوقع إن أنا أقول أقول جملة زي دي، بس ده حقيقي. رغم ان هو في اول حلقه ما كانش يعني، كنت فاكر ان هيبقى في حاجه تانية احسن منه، بس طلع بس لا، التوقعات ضربت ضربة صعبة. تعالى ماشي. نشوف البرتقال. خلينا نجرب البرتقال كده البرتقال ونشوف. تو ماتش غزال. اتفضل يا باشا. بس انت ايدك فرطة كده ليه؟ حاسس ان احنا بنشرب ويسكي مش بس. هو ليه هو الراجل اللي بيبقى شغال في اوسو يا جماعه، اللي بيحط الطعم بخيل ليه؟ بيحط، هو ليه عارف انت بيروح حاطط تخ وماشي هو الصودا بتاعتها حلوة مش وحشة. معقولة، بس الطعم خفيف. خفيف جدا. فانت بتشرب ايه؟ والطعم يعني ده عارف طعم عامل زي ايه؟ عارف المشروبات، كمان المشروبات مش المشهوره اللي زي مثلا تانجو زي الكلام ده، مشروبات البودر بتاعت عامل زيها. الحاجات دي عمرها ما هتنتشر خالص يعني. يعني انت محتاج تنافس. لو حد بيشتريك دلوقتي تضامنا مع المنتج المصري، فمش هيفضل يشتريك لو فضلت الجوده بتاعتك كده. فانت لا، محتاج تطور المنتج بتاعك شويتين 3 شويات عشان نطلع بمنتج كويس. خلينا نجرب اللي بعد كده. بلو واوي. بيقولوا واو 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 ده موبايل. الاتش سودا. ليش سايلنس ماشي. مستر بركات. افتح يا هذه كويس. بص هو اي حاجه بيبقى لونها اللون الازرق دوت ما بيبقاش لها علاقه بالكولا ولا علاقه هي بالمشروبات الغازيه هو في عموما. ميكس فعلا طعم، بس انت عشان هو مفيش طعم طالع لك في ده. هم راسمين لك ايه يعني؟ هم بص هم راسمين لك مليون حاجه. راسمين لك فراوله على موز على رمان على مش عارف ايه، ما فيش ولا طعم من الحاجات ديت موجود. شكرا. لا انا لحد دلوقتي احنا ما بصوا مش عارفين نقيمه اصلا، لان لو ادينا هنظلمه. راحت فلوسك. طب راحت فلوسك يا عبد. هو مش غالي قوي، هو اوسو لا مش على اوسو بس. ب 10 جنيه الواحده. احنا بقالنا ساعه عمالين نشرب. طب بلانكو. بلانكو طعم البطيخ، هنشوف شكله عامل ازاي. ده الحلقه كلها بطيخ. لا في ريحه بطيخ طلعت بجد. في ريحه بطيخ طلعت، دي حاجه مبشره. عايزين نجرب بس كان في اللي عجبنا عشان الأسيس. نشوف لونه بس، لونه حلو. الأسيس كان طعمه حلو، فخلينا نقارن بينه وبين البلانكو. نيل درينج طعمه حلو. الكاميرا فصلت بس فرجعنا لكم تاني. البلانكو اللي هو طعم البطيخ الانرجي طعمه حلو كويس جدا يعني. هو قريب لأسيس. أسيس. يعني ده البلانكو قريب لأسيس جدا في الطعم، وان هو انرجي درينك وطعمه حلو فمش بنلاقيه. هو انرجي بقى ولا لا ما نعرفش، بس طعمه معقول مقبول يعني. ده اللي مكتوب. ده بالذات انا ممكن اديله 6 من 10. سعر كل منتجات اوسو وبلانكو ده ب 10 جنيه الواحد. طيب خلينا ندخل على اخر حاجه في اخر البلانكو. حاجه الانرجي درينك اللي هي التوتي فروتي. انا عايز اعرف ايه التوتي فروتي ده. الواد اللي مفيش منه يدي ابعتها يلا. ما بتفتحش. انا حطيت في ايدي. طيب بشرب انا. اشرب انا. ناقص 4 كمان. انا ما عادش قادر. رايحه على طعم الانرجي بطيخ شويه، بس يعني اخده نفس لا بس ما فيش طعم بطيخ. ما فيهاش طعم البطيخ، بس رايحه في نفس الاتجاه. لا بس طعمها حلو. هي عارف هي قريبه لايه في المشروبات الطاقه؟ قريبه قريبه لايه؟
قريبه لريد بول شويه في المجمل لو هتشتري حاجه الريد بول مشروبات الكلاسيك طاقة كويسه. فلا حلو يعني كويس. مشروبات الطاقه بتاعت بلانكو حلو على عكس هي المنتجات. هي شركه واحده اصلا، الشركه بتاعتهم اسمها ايه؟ بلانكو. اسمها بلانكو انترناشونال، واوسو ده برضو نفس الشركه بلانكو انترناشونال. انا بقول لك هو المنتج عموما بتاع الانرجي بتاعهم حلو. كويس. اي حاجه في الانرجي كويس. قد برضو المنتج ده بتاع توتي سبعة فروتي كويس. برضو 7 من 10 كويس. طيب ندخل بعد كده على المنتج اللي قبل الاخير، توب. توب توب ده انتشر كده بقاله مثلا اسبوع ولا حاجه. في المحلات عندنا في بورسعيد بدأنا نشوفه شويه. في عندنا حاجتين منه اللي هو الليمون والكولا. والكولا. فخلينا نبدا كده ونشوف طعم الكولا بتقول ايه. نقول بسم الله. بالراحه ترمي حاجه. ما بره. طب انا هقول لك الوصف بتاعه. تعرف؟ اه عارف الكولا دي كولا، يعني انا ما كنتش ناوي اقول اسماء بس هقول. لما تجيبها وتقعد عندك شويه فلوسها تروح وتخففها بميه. هتسالني انت عرفت منين؟ وانا صغير كنت بحب العب في الحاجات دي، يعني كان عندي مزاج غريب. بخففها بميه وبعد كده احط عليها شويه صودا، هيطلع الطعم ده بالظبط. فدي تحس ان هم جابوا ازازه كوكاكولا 2 لتر عملوا منها شويه مثلا باليتا من دي. الملخص اللي هو قصده يقوله ان احنا مش هنشتريها تاني. ماشي. 1 من 10. ترجم. 1 من 10. طيب ندخل على دي اللي هي بالليمون، هنخضتها فايه. نيجي يقول لكم ايه ده؟ ما انا خضتها. انا متوقع. انا متوقع انها تعمل كده. طيب تعالى نجيب مريء عشان بس ما نبهدلش الدنيا. طب هذا اشرب. يا عم ده خليك ساعدني، طيب اعمل اي حاجه. ماشي يا عم. ماشي يا سيدي، شكرا. ريحة الكل ده طعمها ايه؟ هي ريحتها بتادين. ايه ده؟ لا الله ينور، مش هناخد طب تاني. ماشي طب ما تعملوش حاجة، نعملوا اي حاجة تانية فعلا يعني. اعملوا بتادين. وريحتها شركة ادوية الصراحة. ريحتها هي طب بتادين. في الادوية بس مالناش دعوة بالطب خلاص. ايه ريحتها بتادين. طيب ندخل على اخر منتج معانا. ماكسي. هو الازازة بتاعته تحسها غريبة، ديزاين غريب، والكتابة بتاعتها بص داخلة في بعضها، وعارف سايحة كده حد مسخن عليها ولا. بس هنجرب، احنا بنجازف عشانكم على فكرة يعني، فاهم؟ يلا. برضه من الحاجات اللي منتشرة عندنا شوية في بورسعيد او بدأت يعني. بدأت تنتشر يعني، مش هتلاقي في بورسعيد، هتلاقي في مصر عامة يعني. يعني احنا بنتكلم بما اننا شفناها. هي الشركة بتاعتها اسمها الكتابة لو راجل اقرأ. اغلبية الشركات اللي نزلت الفترة ديت مش الشركة المصرية العربية كان بتاعها صعب قوي. للمياه الغازية والعصائر حلوة. الدقهلية. يلا انا سرحت. خلينا نبدأ بأول حاجة. ده طعم الأناناس. هو انا عايز اقول حاجه، ان المشروب ده دايت. بالظبط كنت لسه هقول لهم المشروب ده مشروب غازي دايت، فماشي حلو. خلينا نجربه. طعم الأناناس كويس، هو ضعيف بس كويس على فكره موجود. ما هو بالنسبة ان هو دايت فهتلاقي الطعم بتاعه سكر ضعيف شويه بس كويس يعني مش حلو. وحش. يعني مشروب دايت ب5 جنيه فحلو بالنسبة لسعره. بالنسبه لسعره. لو هو قدامي هجيبه يعني مش هقول لا. هو دايت في الاخر يعني طيب كويس. خلينا نجرب تاني حاجة الليمون. طيب الليمون برضه دايت يعني، هي الشركه دي عامله دايت بس، او المنتجين اللي احنا لقيناه دي هو دايت يعني. نشوف الليمون. الطعم فيه خفيف بس حلو يعني.
شغال برضو نفس قريب للسبرايت على فكره، اللي هي بتبقى او السيفن اب دايت شويه، بس لا السيفن اب بيبقى فيه صودا اصلا، لا يعني هو قريب للسبرايت شويه بس هو دايت حلو. بالنسبه لي 5 جنيه نيو ماكسي عاش يا نيو ماكسي. خلينا برضو نطلع نيو كده ماكسي مش ماكسي. ماشي يعني ما- هو في ايه في الاخر كده، بس ايه ما بالعربي ما علينا، مش هنختلف. خلينا نطلع لكم كده المنتجات اللي عجبتنا. وده اسمه ماكسيموم. فالاثنين دول كانوا كويسين برضو. تديهم كام واحد قبل دول اديهم 6 من 10. 6 من 10 اوكي. لا انت كده ظالمهم يعني خلينا بالنسبه للسعر، ما السعر رقم مهم في المعادله. دي 5 جنيه 400 مللي. اصل الطعم مش واو، فانت بتتكلم ان طب خلاص انت بتقيمها كام؟ انا اديلها 7 من 10 ماشي بالنسبه للسعر. طيب ده ماكس تمام، وده سيس بطيخ. انا بالنسبه لي ده من التوب وده برضه من التوب. ما احنا هنطلع لهم المنتجات اللي كانت في الحلقه كويسه. طيب انا بالنسبه لي دول عجبوني، ده عجبني برضه. يعني مش تمام. عارف الناس اللي القيم ده ومش عاجبها دي، هو اذواق طبعا، بس هو غلو بس سبيروس زي ما يكون بشع. بس ده التوب. ده بالنسبه للبركات عجبه، هو عايز حلو البركات. بس مش عاجبني قوي. لا كويس يعني. تعالوا نرجع الحاجات دي ورا. بلانكو على فكره كويسين. بلانكو الانرجي الانرجي كويسين. يعني عشان الشركه ما تقولش ان احنا جايين عليها. احنا بس كله ظاهر معانا في الكادر صح كده؟ كله معانا. طيب طيب. انا ده برضه كان حلو، كانش وحش. السيس كان حلو مش عارف صناعي. يعني كان شغال. طيب خلينا بقى ارجع بس ماشي حلو بس كده. طيب ده ما دام ملخص السينابولا. الحلقه. لا بس ما كانتش يعني هو دي ما كان من ضمن ماشي خليه يعني بس خلينا عشان نبقى ايه ملخصين الحلقه صح. دي خلاصه الحلقه. خلاصه الحلقه بتقول ايه؟ ان احنا عندنا والله سينابولا كويسه في الليمون. الليمون بتاعها لو قدامك كويس. هاته. كويسه في الليمون. اي حاجه من سبيروس باتس الثلاثه اللي جربناهم كويسين. في الثلاثه دول كويس. هنجرب الحاجه الثانيه. الفي 7 الاثنين دول الرمان والبينا كولادا حلوين جدا. حلو. والبينا كولادا بالاخص. يعني اي حد ادى عنه ريفيو مش صح جربه تاني. هو ذوقه ممكن يكون جربه تاني ممكن يكون خد بالك الطعم بتاع الجوز الهند في ناس كتير ما يحبوش، فطبيعي ممكن حد تلاقيه ما يعجبوش. بس انا حسيت الناس ظلمته بشكل كبير يعني. ما هو هو اذواق في الاخر. طيب والبلانكو الانرجي الاثنين حلوين حلوين. وماكس اللي هو طبعا برضو الاحسن الشعير والليمون شغال. دي الخلاصه بتاعت حلقتنا النهارده. انا في حاجه المنتج ده اسطوره. المشكله اللي مزعلني ان انا صعب الاقيه تاني، مش منتشر. انا لقيت صدفه يعني. فده طعم البطيخ، الاسيس اللي بتاع البطيخ، اي حد بيحب طعم البطيخ طعمه حلو جدا. طعمه حلو قوي. فده اللي مزعلني. بس يلا بالنسبه لنا كده ده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده. في منتجات مصريه حلوه. الشركات دي كلها لو شفنا المنتجات دي ممكن نشتريها تاني. تغنينا عن المنتجات التانية تغنينا، مش شرط نشرب الطعم اللي متعودين عليه. كشركات مصرية عاش. استمروا وطوروا بس اكتر. وعايزين شركات تانية تطلع. اكيد في تاني برضه، بس احنا ممكن ما كانش حالفنا الحظ ان احنا نشوفها لان لسه الشركات مش منتشرة قوي. ما خلينا نعمل حلقة تانية. لو انتوا كتبتوا لنا في الكومنتات ان انتوا منتجات تانية محتاجين نتكلم عنها، هنحاول نجمعها ونعملها في حلقة. اكتبوها لنا في الكومنتات عشان نبقى عارفين ايه هي المنتجات. اخر حاجة عايز اقولها، رأي الناس وقرارهم في السوق بيفرق في تسعير المنتج. فدايما حاول ان احنا بلاش نشتري المنتجات اللي احنا مش محتاجينها، مش بس عشان مقاطع، عشان ما حدش يستغلنا. لو لاحظتوا هتلاقي المنتجات دي كان ما حدش بيشتريها قوي، لما بدأ يبقى فيه عليها طلب بدأ الناس تستغل. احنا بنستغل في حاجات كتير وفي منتجات كتير جدا تانية. يا ريت نبقى بنرشد استهلاكنا وناخد الحاجة اللي محتاجينها بس عشان ما حدش يستغلنا. ده نهاية كلامي، وشكرا لكل اللي شاف الفيديو لحد دلوقتي. ما تنسوش اللايك، الشير، الكومنت، وما تنسوش ان انت تشير الفيديو على اوسع نطاق. سلام.